والله راح اعطيك سؤال قوي. ما تبي تحاورني بالموضوع ذكرته قبل قليل؟ هل الله هل ذات الله ليست لذاته أم الله ثابت مع ذاته؟ شنو؟ هل ذات الله ليست لذاته أم الله ثابت مع ذاته؟ طيب انا الان امام الجميع، اذا انت فاهم سؤالك فهمني اياه والله العظيم. أنا والله فاهمه بس ما يحتاج إني أفهمك. والله فهمني. هل ذات ما يحتاج الله؟ إني أفهمك. أنا سألتك سؤال وأنت جاوبني عليه. شوف سياسة لحظة، انت تتكلم عن رب العالمين. أنا أتكلم عن رب العالمين. اسمع. هل طيب. ذات الله ليست لذاته أم الله ثابت مع ذاته؟ ممتاز. هل ذات الله ليست بذاته؟ يعني شنو ليست بذاته؟ فهمني. ليست لذاته هو أم الله ثابت مع ذاته؟ يعني انت قصدك ان ذات الله خارج عن الله؟ هاي شنو هاي؟ ما ادري. مو عشان ارد عليك. انا قاعد اقول لك ذات الله الله مو عنده ذات؟ طيب الله نعم له هل ذات الله ليست لذاته ام ذات الله ثابته مع او الله ثابت مع ذاته؟ والله بس يعني انت تقصد ان ذات الله خارجه عن الله؟ يعني هل ذات الله انت تقصد ان ذات الله خارجه عن الله؟ ليست لذاته ام ثابت مع ذاته؟ الله ثابت مع ذاته؟ الله ثابت مع ذاته. يعني انت تقصد ان ذات الله هي منفصله عن الله؟ لحظه، هل ذاتي مقرونه بذاتي ام ليست مقرونه؟ شلون؟ والله جدك جلد المفتري. يا عم انت هل ذات الله مقرونه وياه ام ثابته مع ثباته؟ شلون مقرونه معاه او ثابته مع ثباته؟ شلون؟ هاي شنو هاي؟ يا بعد لحظه دقيقه. علي الشمري اسالك بالله انا اساس اجاوب على هذا الموضوع ويجب علي ان افهم سؤاله. والله ذات الله ذات مال الله ليست ذاته ليست إله ام ثابته مع ثبات ذاته؟ شلون ثابته مع ثبات ذاته؟ يعني الله ثابت مع ثبات ذاته؟ يعني ثبت ذات الله ثبت ام ان الذات ذات الله ليست لذاته يعني مو له؟ يعني انت انا اللي فهمته من سؤالك يا اخي ان انت تقول ان ذات الله منفصله عن الله، صح؟ ام انها مقرونه مع الله، صح؟ الله سبحانه وتعالى ثابت مع ثبات الذات. شلون الله ثابت مع ثبات الله؟ يعني انت تقصد ان ذات الله منفصله عن الله؟ يعني بربكم هذا والله سؤالك علاوي. تفضل عيد سؤالك يلا. هل الله ثابت مع ثبات ذاته ام ذات الله ليست لذاته؟ يا الله يا اخي انا والله العظيم اللي فهمته انا على اساس اكون انا فاهم يعني شوي. يقول الاخ ان ذات الله منفصله عن الله، فاذا الله سبحانه وتعالى ثابت فذات الله ثابته معه، فهذا اللي فهمته منك صح؟ هذا كلامك؟ ايه هذا سؤالك. لا ما يصير اجاوب على
الالتزام الثاني بربك. اسالك صوت. بالله، اسالك تعال بالله. تعال هسه انت ما فهمت هذا؟ ما فهمت هذا؟ الله لديه كم اسم؟ كم لديه اسم؟ اي كم اسم لديه؟ 99. 99 احسنت. اذا الله عنده 99 اسم. هل انه اسماء الله عله فاعله ام عله ناقصه؟ عله فاعله او عله ناقصه؟ اي شلون عله فاعله وعله ناقصه؟ فهمني اياه. لكل عمل عله. فهل اسماء الله عله فاعله ام عله ناقصه؟ يلا حبيبي صوت يلا. شجع روحك. لا انت فاهم سؤالك اول؟ والله فاهمه. كان شلون اسالك سؤال ما يعني فاهمه؟ شنو؟ لحظه، يا الرحمن الان اسم الرحمن هل هو عله فاعله او ناقصه؟ انت اجاوبك؟ اي تفضل. انا جاوب يعني اسال سؤال واجاوبك عليه ماكو لا جدال. لا عشان ابني على جوابك افهم انت شو مقصودك. حبيبي علاء صورت. لا تريد اجاوبك لك بالخاص عادي من عيون الاثنين. لا لحظه سيس، لا جاوبني الان. وراح اعطيك نبذه عنه علي. راح اعطيك نبذه عنه السؤال الاول. ما يخالف. وهو قبل وتاره يوجد، وهو مع وتاره يوجد، وهو بعده وهو شنو هو؟ لحظه صل على النبي. ما تفتهم انت هذا الكلام، ما تفتهم. يا رجل وهو قبله وتاره يوجد، وهو معها وتاره يوجد، وهو بعده وهو واحده بعينها. شنو هذا؟ انت ايش قاعد تقول؟ لحظه يا رجل خلنا ما تفتهم. انا قاعد اقول لك انت ما تفتهم. يا رجل انا يلا جاوبني. لحظه جاوبني. لحظه انت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. يا حبيبي يا اخي خلينا نتكلم. اما انك تتكلم بدليل قال الله قال قاعد اقول انت الان انت عندما تتكلم عن رب العالمين ساعدني كم لله اسم؟ عندي دليل 99 اسم. انت قلت لي هل هي عله فاعله عله ناقصه؟ اذا بتريد تتكلم عن الله سبحانه وتعالى واسماء الله وصفات الله اتكلم بدليل. قال هذا الله، قال الله قال رسوله. اما تجيني بالفلسفه والكلام وعلم الكلام وعله ناقصه وعله زائده، يا رجل احنا ناس عطنا بسطاء نبي نعبد الله سبحانه وتعالى كما يا ياسين من قال من اهل العلم ان اسماء الله عله فاعله وعله ناقصه؟ تفضل. انا ما اعرف شو يا سيدي. اريد من اهل العلم، من اهل السنه، من اهل الشيعه، قال ان اسماء الله عله فاعله وعله ناقصه. تفضل. سألتك هل ذات الله ليست لذاته أم الله ثابت مع ذاته؟ بس جاوبنا خلصنا. هل ذات الله شنو؟ هل ذات الله ليست لذاته أم لحظة. الله ثابت مع ذاته؟
هل ذات الله ليس بذاته؟ يعني ليست لذاته، ليست لذاته، لا ليست أما الله بذاته. ثابت مع ذاته. يعني الله يعني الذات أهم من الله. أقول له ثابتة مع ذاته، قل له أهم من هذا الله. السؤال. انت الان لما تسال هذا السؤال لاي واحد تقول هل ذات الله ثابته مع الله ولا ليست مع الله؟ هذا مفهومك انت، مو مفهومي انا. يعني ماكو انا مفهومي قال الله قال الرسول. اعطني قال مصعد. انا اريد من كتبك ذات الله، اعطني اياها ذات الله، اريد من كتبك. تعال يلا. ابن تيميه ايش قال عن ذات الله؟ قال نعبد الله من طريق ذاته. ابن تيميه يقول نعبد الله من ذاته، يعني انت ذات الله من تعبد الله من ذاته. ما تعرف بان الله ثابت مع ذاته. طيب اما الذات ليست لله. ماكو شيء. طيب انا اعبد الله ولا اعبد ذات الله؟ يقول انا قريت احد الكلام اللي يقول نحن نعبد الذات ونقصد بها الله. لا ادري الان انت كشيعي تعبد ذات الله ام الله؟ ابن تيميه يقول نحن نعبد الذات كما تقول انت. انا ما راح اكذب. انتظرني علاوي. تفضل. راح تجيك البوم القويه، بس خليه يجاوب. صحيح. وكنت تسال اسئله ما تعرف شو الجواب. علماءنا ومشايخنا قالوا في هذا العلم. تفضل تجاوب. شلون؟ مشايخنا قالوا في هذا العلم. تفضل جاوب انت. شلون يعني قالوا ان اسماء الله فاعله وناقصه. حبيبي جاوبني. يعني ممتاز. هل ذات الله صفه ام هي الله نفسه؟ شلون نفسه ولا غيره؟ اسمع، الله يقول ويحذركم الله نفسه. هل النفس هنا الذات؟ يلا جاوبون. جاوبك انا اقدر انه اجاوبك من كلام ابن تيميه، بس انا الجواب انا بساعه اجاوبك. لحظه. ويحذركم الله نفسه، هل النفس هي الذات؟ حبيبي جاوبني على سؤالي، وانا شو تريد اجاوبك؟ انا ياكل الصبح بالتوحيد. اجاوبك يا عمي. اسال سؤال عشان اجاوبك عليه. عطني شنو قال ابن تيميه. ها؟ حتى ما ترجع لكتبك. انا دور افسر لك كتبك، ترجع لكتبك. اي عطني ماذا قال ابن تيميه. قال ابن تيميه كذا. حبيبي ارجع لابن تيميه. هل ذات الله ليست لذاته ام الله ثابت مع ذاته؟ طيب انت مو تدليت بابن تيميه، عطني ماذا قال ابن تيميه. انا ما استدليت ابن تيميه، انت لازم تستدل لانه هذا علمك. انت تعلمني. قول لي قال ابن تيميه كذا. ما علمك، انا اصلا مو معلم لك، انت معلمك ابن تيميه. ارجع لي. انت تدليت بكلام ابن تيميه، عطني ماذا انا ما قال. انا ايش عندي استدل؟ هذا كلام حجه عليك، روح تستدل فيه. اي عطني ماذا قال. حجني وماذا قال. ما ادري تبحث عنها غير تتبعه. خلاص عموما اذا انت لن تفهم اسئلتك ولا عارف تسال ولا عارف استدلالك ولا عارف ماذا تقول وتبيني اجاوبك. الصوت تقول انا ما اعرف اتعور بالتوحيد. والله الذي ما تتكلم ما عندي علميه بالتوحيد. ما تقول ما اعرف. لا تقول ما اعرف بالتوحيد. هسه اقول لك ايش قال ابن تيميه. اقسم بالله كلامكم مو بالتوحيد. كلامكم والله بالتوحيد. رجل والله يشم اسالك بالله. اسماء الله فعليه.
ما تفتين اسمع لي شمري مرخصتك بابا قال ابن تيمية خلاص يبا، انا اقول لك شغله يبا. انا توحيدي الحمد لله، انا مؤمن فيه، اؤمن بتوحيدي. قال الله انا ذكرت ابن تيميه ولا هو اللي ذكره؟ تكلم بيه. يلا حبيبي اتكلم. انا الحين اخلص من الشمر تطلع لي انت. دقيقه يا اخي، دقيقه يا رجل. انت استدليت بكلام تيميه، قلت لك يا اخي عطني كلام ابن تيميه، انا اكتب لك عندي جوجل الان باللابتوب، افتح لك التوحيد. انتم الان تبي تتكلمون بالتوحيد بالاسماء والصفات، تفضلوا. تبي تتكلمون بالعباده بالله، تفضلوا. لا انا اتكلم بالذات. ليش يسال الله معددات؟ طيب ما هي الذات عندك؟ هل هي الصفه؟ لا ثابت مع ذاته؟ ثابت مع ذاته. الله ثابت مع ذاته لو لا؟ يا رجل اول شيء فهمني الذات شنو، هل هي صفه ام لا؟ انا عندي الذات صفه. يعني ابن تيميه يقول بل هو قائم بذاته وانت ما تعرف شنو الذات؟ يا رجل انا عندي الذات صفه ام لا؟ يا سبحان الله، معقول الصوت؟ احنا كلنا ودخلنا هناك بث محمد ذاك اليوم، دكتور محمد صيح وصوتك شعلاته سكتي. ما مشكله يا رجل. هل الذات عندي انا كمسلم سني صفه؟ علي، انا اذا بتكلم عن رب العالمين يجب اتكلم عليه بدليل. ما اتكلم عليه نفس الاخ يجيني يقول لي هل ذات الله بخارج الله، هل اسماء الله صفه ولا عمره. يا رجل خش. ابن تيميه يرد على الفلاسفه، يرد على الشيعه، يرد على الاشاعره، يرد كلام كثير. رد ما خلى احد ما رد عليه ابن تيميه، ما خلى احد ما رد عليه. تفهمني الان انا كل شيء عندك تفهمني انت، وتروح لحسين باز تقول له تعال افهم سيريك، ولد ما عندك تروح لوليد اسماعيل تقول له تعال افهم سيريك. انا اطالبك بعلماك اللي بالتيك توك تقوم تعال فهم سيرك. يلا حبيبي شلون اطالبك بعلم. هو ما يعرف كلام ابن تيميه؟ الاسلام عدو ما يعرف كلامه؟ يا رجل عطني الصفحه، عطني الرقم، انا ابحث لك عنه. تفضل. وما اسم الكتاب الذي الفتوى 234 لا 1148. شو اسم الكتاب؟
هسه راح ادخل لك عليه. ها يلا عطني اكتب الان بجوجل واطلع، ما عندي اي مشكله. تفضل. دقيقة. ابن تيميه فتوى ذات الله. كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. المصحف. نعم. والله وين هذا؟ هو لو منهاج السنه لو العقيده الواسطيه واحد من العتب. لا. وكلام الله تكلم الله بنفسه. شلون؟ معنى قول ابن تيميه وكلام الله تكلم الله بنفسه. هذا شق الكلام بالذات. هذا ورقم الحديث راح تلقاه يمك نفس ما قلت لك. كلام الله اشتكوا بذاته. هو قاعد يتكلم. هاي احد فتاويه وراح اقرا لك شويه من عندها. وين لا بس نعطي نبذه عنها. يقول ومعنى قوله بل هو قائم بذاته اي بذات الله تعالى، فالكلام صفه من صفات الله وليس مخلوق من مخلوقات الله، وهذا تاكيد للعباره التي قبلها. يا حبيبي يعني الان ابن تيميه يتكلم عن كلام الله. هذا هو. عيد لي الكلام بالله عليك واقراها لي كلمه. ومعنى قوله بل هو قائم بذاته. يا حلو، قائم بذاته يعني ذات الله قائم، يعني الله قائم بذاته يتكلم متى شاء. اي بذات الله تعالى. شو لا عيد الجمله. عيد الجمله. بذاته. من اللي قائم بذاته؟ الله سبحانه وتعالى. ممتاز. الله يعني ابن تيميه لما قال قائم بذاته يعني الله نفسه عن ذات الله. عليه من يتكلم، هو قاعد يتكلم عن ذات الله. الله يهمك عاش عليه. ابن تيميه لا ابن تيميه اكتب ابن تيميه عن الذات، عن ذات الله يتكلم. ابن تيميه يتكلم عن ذات الله. تفضل. يلا الله يهمك. ما عندنا اي مشكله ترى، بس لا تفلسف واجد. والله العظيم ترى الكلام لا. معنى قول ابن تيميه وكلام الله تكلم الله به بنفسه. هذا شوف، فهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه قاله في معرض جواب على سؤال هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته، وما في صدور القرآن هل هو نفس القرآن أم حفظه. وأما قوله ليس قائم بدون قدرته ومشيئته، فمعنى كلام الله تعالى متعلق بقدرة الله تعالى ومشيئته، فيتكلم بما شاء وحيثما شاء كما يحدث من أمره وما يشاء سبحانه، وليس الأمر كما يقول بعض الناس إن كلام الله معنى واحد قديم بعينه قائم بذات الله لا ينفك عنه. يعني كلام الله قديم مع الله بذات لا ينفك عنه. هذا كلام ابن تيميه. افتح لك الكاميرا بعد. شوف هو يتكلم ان اسمع ان كلام الله معنى واحد قديم بعينه قائم بذات الله، يعني يتكلم عن صفة الكلام انه مع الله قديم بالعزل قائم بذات الله لا ينفك عنه. يعني شوف ابن تيمية يتكلم ويرد على أن اللي يقولون إن القرآن مخلوق. هذا كلام ابن تيمية. والذات ثابتة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا قاعد أقول لك خلينا نرد عليه. ابن تيمية يقول كلامه واضح إن كلام الله معنى واحد قديم بعينه، يعني الله يتكلم منذ الأزل
يعني الله متى ما شاء يتكلم، متى ما شاء لا يتكلم. قائم بذات الله، يعني يتكلم أن كلام الله قائم بذات الله مع الله سبحانه وتعالى، قد لا ينفك عنه، يعني الكلام لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، قائم بذات الله. فهمت؟ إذن شنو؟ يعني إذن الله ثابت مع ذاته أم الذات يعني ليست هو ذاته؟ ابن تيمية يقول قائم بذاته، أي الكلام قائم بذات الله مع الله. يعني إذن حسب قولك ثابت مع ذاته، الله ثابت مع ذاته؟ لا شوف يقول قديم بعينه، قائم بذات، مو بذاته، قائم بذات الله. تمام. يا رجل افهم، يقول قائم بذات الله، ما قال بذاته. فهمت؟ يقول قديم بعينه قائم بذات الله لا ينفك عنه، يعني الكلام قائم قديم من الأزل، قائم بذات الله لا ينفك عنه، يعني الله يتكلم منذ الأزل. شكرا. هسه اريد افتهم من عندك، يعني الله ثابت مع ذاته ام الذات ليست لذاته؟ ترى ماكو واحد يشرح لك ويوضح لك. انت تفرق بين الله يقول بذات الله، الله له ذات. اذن الله ثابت مع ثبات ذاته. شنو ثابت؟ شنو معناه ثابت مع ثبات ذاته؟ شنو معناه؟ هاي يلا شو بعد فهم علاوي يا مع شو الله صفاته. ثاني كتاب شرح الحموية لابن تيمية، الجزء 13 الصفحة 3. صفحة 3. تفضل. شنو يقول ابن تيمية؟ من يتكلم عن الذات؟ يعني عطني اسم المتن عشان اكتبه عندي هنا، عشان الصفحة. قال فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله، فإن الصفات كذات الله. أيوة لحظة، أنا مو من الأول أقول لك إن ذات، أنا من الأول أقول لك إن الذات صفة من صفات الله، بس أنت تلف وتدور. هذا إن ذات الله ثابتة. اسمع إثبات صفات فرع من ثبات. شوف وإنما القصد في سلوك الطريق المستفيد، والأصل فيها لحظة وين، وهذه قاعدة كلية شأن الكلام في صفات الله. والله إن الكلام في صفة فرع من الكلام في الذات. من قال لك كيف صفة، قال كيف ذاته، يعني تقصد هذا الكلام، أنت في هذا الكلام صفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقية. وين إشكال؟ تقول هم تقول أنت ثابتة مع الله، لو تقول لا ما ثابتة مع الله. أنا أقول ذات، من الأول أقول ذات الله صفة حقيقية مع الله. نعم ثابت، يعني بالله عليك في صفة من صفات الله تنفك عنه؟ بس مرخصتك هسه جاوبت، يعني الذات ليست لذاته، هاي نوخرها نخلي ثابتا مع الله، ثابتا مع ثبات ذاته. مو الله ثابت، الذات ثابت. شلون الله ثابت؟ ما فهمت عليك. شنو هاي؟ انا عندي اول شيء لحظه سيري،
اول شيء تثبت الله الله. يا رجل خليني اتكلم دقيقه. هل عندك انا عندي الذات صفه، هل الصفه تنفك عن الله ام لا؟ حتى اعطيتك كتب السنه يعني ما صفات. اسمع، انا عندي صفات الله ثابته مع الله. علي هل تفرق بين ذاته وذاته؟ الذات وذاته. يعني الله ثابت مع ثبات الذات مو؟ الله ثابت مع ثبات الله يا رجل. الله ثابت مع ثبات الذات يا رجل، الله الذات صفة. هسه حيرد وياك. يعني الآن لحظة، هل يد الله صفة ثابتة مع الله ولا تتحرك؟ ابن تيمية انت شفت عند اعطيتك كتب يا سنية. رجل ابن تيمية يقول، يا أخي والله أنت ابن تيمية يقول ذات الله هي صفة ثابتة مع الله، صح؟ تمام. يعني إذن الله ثابت مع ثبات ذاته. يا رجل الله ما، يا رجل افهم، الذات صفة من صفات الله. يعني ما ثابت لله هاي الصفة شلون هسه والله حرتك. يا أخي ثابت لله ما ثابت. أنت اللي حيرت نفسك، أنت اللي شغلت عمرك في أسئلة الفلاسفة. يعني هسه الصفة ما ثابت لله يا اخوان. الصفة يقول الصوت ما ثابت لله يا حبيبي. شنو معنات الصفة اللي ثابتة؟ أنت الآن على الأولاد جاوبته ولا يسمع؟ أقول لك هي ثابتة مع الله، ثابتة مع الله. إذن شو؟ الله ثابت مع ثبات الذات مو؟ الله ثابتة مع يا مسلم يا حبيبي، قلت لك إن الذات صفة من صفات الله، هل تنفك عنه؟ لا طبعا ما تنفك عنه. يعني شكرا لك يا صوت، شكرا لك. جاوبت جواب. عفوا إلك يا فيلسوف. فهمت حتى. يعني إذن يا أخوان إذا شلنا الذات من الله إذن الله ما يظل وجود. فهمت من عندي؟ لحظة من ذاك هذا الكلام؟ قلت لا تنفك مع الذات. يعني إذا وقفنا الذات الله ما يصير موجود. من يقدر يشيل ذات الله؟ من يقدر يشيلها؟ إذا شال إذا من نقصت يشيلها؟ من من ذات. يشيلها؟ لا وقف. من يشيل ذات الله؟ من يقدر يشيل ذات الله؟ وقف حبيبي. وقف انت. يعني الله سبحانه وتعالى بدون ذات الله ليس بموجود. لحظة يعني الله بدون ذات ليس موجود. يعني الله بدون ذات ليس بخالق ليس. من يقدر يشيل يا رجل فهمني، من يقدر يشيل ذات الله منه؟ زين هسه الذات اذا ما وجدت عند الله يبقى هو الله يا ويروح رجل. الله ان شاء الله. شوف يلف ويدور. انا سألت من يقدر يشيل ذات الله من الله؟ من يقدر؟ انا قاعد اقول لك اذا هسه احنا الذات من يقدر يشيل نفس الله؟ من يقدر يشيل نفس الله من الله منه؟ يعني بربكم اخوان، يعني بربكم اسووني في رب العالمين. اقول والله انا غلطان احاور بالتوحيد. تدري ليش؟ انت وين والتوحيد وين؟ يعني بربكم اخوان والله العظيم يعني بربكم. يعني اذا أنا اسووني فالي رب العالمين
اخوان والله لحظة دقيقة والله رب العالمين يعني الله سبحانه وتعالى اذا وخذ الذات الله انشال. طيب من يقدر يشيل ذات الله؟ من يقدر؟ ذات الله مخلوقة وليس أزلية مع الله. ذات الله مخلوقة؟ نعم نعم يا حبيبي نعم. يعني قبل نعم. قبل وليس أزلية ما له ذات حبيبي. تن مجال كل صفات قبل لا يخلق الخلق كان رحيما. رحيما على شنو؟ رحيما على منو كان قبل لا يخلق الخلق؟ فاسكت حبيبي. فاخوان هسه احنا الله قبل ان يخلق الذات ما كان الله ما موجود. فاذا الصوت اذا شلنا الله اذا شلنا الذات نفينا رب العالمين. فشكرا لك حبيبي. نفيت رب العالمين. عفوا يلا ثاني مره لا اسويها وياي. عفوا يعني يلا. انت عندك ذات الله مخلوقه صح؟ نعم. طيب قبل ان يخلق الله الذات ما له ذات؟ الله قبل ان يخلق الذات. أيوة. قبل ان يخلق الذات نقول من صفاته ومن ذاته شنو؟ الرحيم. اذا رب العالمين كان رحيم على منو؟ سؤال قبل ان يخلق الله الذات كان له ذات ام لا؟ الله قاعد يخلق بعد ما الله خلق كل شيء. خلق الذات والذات مخلوقه. راح ارجعك على علمائك تقول الذات مخلوقه. الشمري عندك فنجان قهوه. الشمري عندك فنجان قهوه. الشمري عندك فنجان قهوه. قهوه عندك. الذات مخلوقه. هسه اعطيك اياها. مخلوقه. الذات مخلوقه. هسه اعطيك اياها. يعني يعني الله خلق صفاته. اعطيني لانه اذا كان السلام عليكم. اذا كان الله قبل ان الله كان رحيم على منو؟ خلاص هي لقلقة لسان. هي عندك انت الواسط. هي لقلقة لسان. تفضل. هي لقلقة لسان. الذات محدثة مخلوقة. الذات الله كان ما انتم عندكم الله هو موجود وعنده ايدين وعنده رجلين وعلى معلش المره صورته ولا يا حبيبي الذات محدثة. ليش نزلتوا؟ لا خلينا متونسين عادي. علّاو ليش انا طيب ابن تيميه اريد يحكي على كلام. ما موجود. هو ما موجود.